بهدف بلورة رؤية واستراتيجية لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم الحوار الوطني للانطلاق في عملية إعادة بناء الدولة الليبية. جاءت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الذي حرص على أن تكون أول زيارة خارجية بعد تشكيل حكومته الجديدة إلى مصر. الرئيس السيسي أكد مساندة مصر دولة وشعبا لخيارات الشعب الليبي، وشدد على أهمية العمل على دعم مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار، وعلى أهمية جمع السلاح وتأسيس جيش وطني قوي بعيدا عن القبلية والطائفية. من جانبه استعرض الثني تطورات الأوضاع في بلاده، خاصة فيما يتعلق بتأمين مصادر النفط الليبي، وطلب الثني مساعدة مصر في مجال الصحة وتقديم العلاج للمصابين، وأيضا معادلة شهادات الطلاب الليبيين الدارسين بمصر وتيسير إجراءات دخولهم وإقامتهم. فوجه الرئيس السيسي بتقديم كافة المساعدات والتسهيلات الممكنة للأشقاء الليبيين. كما أعرب السيسي عن استعداد مصر للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، مؤكدا اهتمام كافة مؤسسات الدولة بأوضاع العمالة المصرية هناك وضرورة توفير الحماية اللازمة لهم. كما شهد اللقاء توافقا في الرؤى بشأن ضرورة التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من الدين ستارا لتبرير أعمالها الإجرامية والنيل من مقدرات دول وشعوب المنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب استراتيجية شاملة لا تقتصر فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية، ولكن أيضا عبر تجديد وتصويب الخطاب الديني ودعم دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للقيم الإسلامية الصحيحة باعتدالها وسماحتها.